أنا رقم واحد في كوكب الأرض. أنا رقم واحد في كوكب الأرض. ايه يا صاحبي، مبروك الفوز للزمالك النهارده. مش عارفين نقول ايه والله. الزمالك ده هيموتنا وهيجيب اجلنا. الحمد لله على المكسب. الحمد لله 3 نقط بتقربنا اكتر من الدوري. خلاص فاضل نقطة بإذن الله. فاضل على الحلو تكة ان شاء الله نكسب سيراميكا وناخد الدوري. بيراميدز اتعادل مع سيراميكا النهارده، والاهلي كسب انبي 3-0. خلاص الزمالك في الصدارة، ولكن بظروف صعبة جدا وبنتيجة يعني مباراة مؤلمة جدا. الحمد لله بدأنا الماتش طبعا النهارده بشوية تغييرات كده. شفنا محمد إسماعيل لعب في الدفاع جنب حسام عبد المجيد، وشفنا محمد إبراهيم في الباك رايت، وشفنا فتوح بدأ الماتش كباك شمال، وشفنا شفنا شوية تغييرات كده للزمالك في بداية الماتش. شفنا آدم كايت كمان لعب في صناعة اللعب. بدأنا الماتش وشفنا عبد الله النهارده على الدايرة جنب شحاتة، المكان ده عبد الله بيتألق فيه من أيام جوزيه جوميز، وبيبقى أحسن بكتير أوي من إن هو يلعب في مركز 10. عبد الله طول ما هو بيلعب 8 بيبقى قادر يسيطر على وسط الملعب. وهقول لك ليه بقى إيه المهم. شحاتة لعيب هو اتولد بوكس تو بوكس، يعني هو بيجري كتير أوي، ولكنه ما بيعرفش يتمركز في خط الوسط. ممكن يسيب الدايرة، ودي مشكلة كبيرة أوي. بيعوضوا كده عبد الله سعيد لما يبقى هو اللي على الدايرة، إن عبد الله لعيب بيعرف يتحرك كويس أوي. عبد الله ما عندوش مشكلة في موضوع التحركات، بيعرف امتى يتقدم وامتى يرجع. عبد الله النهارده لمس الكرة حوالي 105 مرة. عبد الله النهارده تقريبا اتحرك في كل مكان في الملعب، وطبعا هو كان منه في زماتش مفيش كلام يعني. الزمالك بدأ الشوط الأول كان شوط ممل جدا، ما راحش بهجمات كتير، ما عملش حاجة. الماتش كله تقريبا الشوط الأول ما رحناش غير بكورة من شحاتة شاطها وجات ميهوب صدها، ولكن وردت من ايده بس محدش كملها. وفي كورة كمان لعدي الدباغ كانت عرضية من عبد الله سعيد، حطت جت في القايم. دي الكورتين الخطيرتين للزمالك. معرفش ليه احنا مكررناش الكورتين دول مع انهم نقط ضعف في سموحة. سموحة عنده مشكلة ان ميهوب بيقع منه كور كتير اوي من تسديدات. احنا مشفناش غير الكورة دي، وملعبناش عرضيات كتير، رغم ان دي برضو عيب من عيوب سموحة. وهنشوف حتى في الشوط التاني جاي الجون بنفس الطريقة دي. المهم ان سموحة برضو راحت له كورة واحدة انفراد، لكن عمادي حطها بره، والحمد لله عدت على خير. الشوط التاني بقى بدأ معتمد جمال بتغيير التغييرات. ناصر خرج وفتوح ومحمد ابراهيم، والتلاتة فعلا كانوا يستحقوا الخروج. محمد ابراهيم عنده مشكلة ان هو بقاله فترة بعيد عن الملعب، وكان واضح النهارده ان هو مش مركز او مش في البيك بتاعه، بعكس فتوح وناصر بيلعبوا بقالهم فترة، بس واضح ان الاجهاد بدأ يأثر عليهم. وواضح جدا ان الاتنين لياقتهم البدنية مش مكتملة. الاتنين كانوا صنعوا اهداف كتير قوي، فتوح صنعها الناصر من الماتشات اللي فاتت، لكن المرة دي بجد فعلا مستواهم نازل، وتقريبا كان وجودهم زي عدم الشوط الأول. المهم نزل شيكو بانزا ونزل كوانا ألفينا ونزل معاهم الونش. طبعا الونش كان لتنشيط الزمالك في الكرات العرضية، وكمان محمد اسماعيل لعب باك يمين عشان يعمل يجيبها هو وبيزيرو مع بعض. وبيزيرو طبعا وشيكو بانزا كان للتنشيط الهجوم. الشوط التاني بدأت شوية الزمالك يلعب كورة، وبدأ شفنا خطورة من بيزيرا أول ما نزل. الراجل خلاص كلفت عبد الرحمن عامر ولبسه انذار، وعمل خطورة وعمل شغل كتير أوي وعمل نوش كتير أوي من جبهته، وفعلا قدر إن هو يصنع كورة لعدي الدباغ. نكشها كده على رأس عدي، وعدي سجل الهدف الوحيد في المباراة. طبعا نزل تقريبا تلت ساعة. الراجل نزل وهو مصاب وخرج للأسف يعني، ولكن نزل تلت ساعة لعبنا فيهم كورة، وكانوا أفضل تلت ساعة في الماتش. وهو حرفيا يعني بيثبت إن هو النجم الأول لنادي الزمالك حاليا، وإنه راجل أداؤه مؤثر جدا في الزمالك، وراجل مش بتاع لقطة ولا حاجة زي ما اتقال عليه. الراجل لو هو بتاع لقطة ما يلعبش، هو مصاب يعني ما يأذيش نفسه النهاردة، ولكن للأسف خرج مصاب. الزمالك كمان قال إن هو هياخد معتمد جمال قال إن هو هياخد بزيرو معاه في رحلة الجزائر، وإن شاء الله يحاولوا يعني يخلوه يلحق ماتش الذهاب، ولو ملحقش إن شاء الله هيبقى موجود معانا في الإياب. آه، الماتش عامة ما كانش فيه كرات كتير يعني، كله كان ممل جدا، وزاد عليه التوتر والضغط والقلق وعصبية كتير قوي، ومحدش عارف يعمل أي حاجة. الشوط التاني رحنا حاولنا بكام تحول كده، بس كلهم باظوا يعني. محمد السيد وشيكو بانزا بيجروا بالكرة وبيحتفظوا بيها كتير قوي، فده اتسبب ان الكرة اتقطعت منهم. وما رحناش يعني بأي هجمات خطيرة. تقريبا هي كرة واحدة بس اللي هي جت جون وخلاص على كده. الحمد لله. سموحة برضه ما راحتش بكرة ياما على فكرة، بس هو كان القلق هو اللي مخلي الواحد خايف يعني. المهم ان في النهاية قدرنا الحمد لله نحتفظ بالثلاث نقط،
وكده ان شاء الله احنا محتاجين بس تعادل مع سيراميكا او المكسب ان شاء الله يخلينا نحتفل بالدوري. سموحة كان ليه هدف كده او كان ليه كورة في اخر الماتش اللي هو شالها المهدي سليمان. كرة كانت تخوف برضه، وطبعا الكرة الزحلقة بتاعت جيكو بانزا، يعني الراجل كان هيخرب بيتنا يعني لو انا قلت بس الكرة بلينكي. في كام كورة كده هو تحسه هو مش مركز معانا، هو لابس ايربودز في ودانه انت فاهم، ومشغل كامونجا ودايس. معرفش ليه بقيت بشوف شيكو بانزا بحسه راكب مكنة صيني والله. المهم الراجل خلاص يعني اهو الماتش عدى. في لقطة كمان لميهوب حارس سموحة طلع في الآخر، وطبعا السيناريو اللي جه في دماغك جه في دماغي، بس المعلم هيطلع هيحطها بدماغه وهيسجل التعادل وهتقلب علينا ضلمة. بس الحمد لله ربنا كرم يعني ما حصلش الكلام ده. في ناس بتقول لعيبة سموحة بتجز وليه الحارس طالع وبتاع، أنا شايف إن بصراحة هم حقهم. أكيد نفسهم برضو يبرزوا نفسهم قدام الأهلي والزمالك وكده. الحمد لله. طبعا ميهوب بالذات لما طلع هي لقطة، لو مثلا جاب جون أو صنع جون هتتخلد في التاريخ، ولو جه في التاني مش هيخسر حاجة، كده كده سموحة ما كانش عايز حاجة من الماتش يعني. الحمد لله على المكسب، وأتمنى الفيديو يعجبكم. السلام عليكم.